أنا مرة زمان كنت أدي حروف غزل هكذا وبعدها في الدردشة ما قلت شي اليوم أرقام. كنت أمسي أرسل حروف غزل لا مكان ودخلت لي واحدة وجاوبت وشاعرة بس ما أدري هي مرة أو رجال. بالتالي قلت اسمعي والله انك مش شاعره لكن ما انا داري انت مره او رجال. الحين ادي لي الرقم اتصل ادري انت مره او رجال. ما هدت الرقم وانا اتصلت والنداء صوتي ساقط الطيور بنت. المهم سولفنا قالت منين انت؟ قلت شوفيني من محافظة البيضاء من قبائل جيفة. قالت نعم. قلت لها احنا من سلالة عتبة بن أبا لهب من قريش. قالت وين قريش؟ هذا قد ماتوا قبل 1400 سنة. قلت لا عاد احنا من سلالتهم. وانت منين انت؟ قالت لا تفجأني بقريش حقك معك هند بنت عتبة هذي اكلت كبد حمزة. قالت لا انت شاعر انا بدي لك ابيات وابغاك ترد عليهم. قلت يا بعد ما هي رسالة ابيات؟ قالت ما هي شاعرة. قالت تعجز قوانين اللغة والعبارات تعجز تعبر لي صفة من صفاتك وكل ما قد قلت من شعر وابيات ما بتعبر شي سمه من سماه. تقلب على ريموت صفحة وصفحات تلقى قناة القلب داخل قناتك. إذا البرامج بثها من عربسات أنا حياتي بثها من حياتك. الله أكبر. ما هذا شاعر. قلت ها هزيت لي قلبي ونورت بالشات وكل كلمة قلتها من شفاتك. أنت الأمل والروح يغلى من الذات ومنتظر منك وصالي بذاتك. حبك رسم داخل عيوني علامات من كثر ما أحبك وحلوة حالاتك يا صاحبي. بيني وبينك مسافات لكن قلبي بين نقطة رياتك. بنك السعودية وبنك الإمارات تعجز ولا تقدر تساوي غلاتك. وهي قال صح لسانك والله انك شاعر. قلت يلا صح.